هل الديون اللي بتاخدها يا اخي يحيى عليها فوائد؟ وايضا اذا فتحت حساب عندهم فهل هناك فوائد؟ لغة عربية كويسة جدا يا صاحبي. بص، بالنسبة الديون اللي انت بتاخدها او الديون اللي هتبقى عليك تبقى دي هتبقى عليها فوائد، فدي طبعا مشكله. عشان كده بقول لك ابعد عن الديون وحاول ان انت تسدد الفلوس بتاعتك اول باول، وما تدفعش حاجات زياده عن طاقتك. تمام. لو فتحت حساب عندهم فهل لك فوائد؟ لا، بيبقى في حاجات لو انت مثلا سنك اقل من 25 سنه بيبقى في حاجات زي ما قلت لك في حاجه اسمها ستودنت اكاونت، ده انت ما تدفعش عليها فوائد. وحتى لو فوق ال 25 انت ممكن تدفع فوائد بسيطه جدا، بس في نفس الوقت بيجي لك عائد. فانت على الفلوس اللي انت مثلا حاططها في البنك فبتقدر دي بتودي دي، فانت مش بتاثر كتير قوي يعني. هي الفوائد بتبقى حاجات بسيطه جدا يعني. وفي الاغلب اصلا في الاغلب مفيش اي فوائد على البنوك. هم كل بيعملوه يعني انت مثلا بيقول لك ايه، انت لازم تحط $500 في البنك اكونت بتاعك. لو البنك بتاعك نزل عن تحت ال $500 فهتبدا ان انت تدفع فوائد عليهم. فبتحاول ان انت تحط خلي الفلوس بتاعتك $500 طول الوقت يعني. فطبعا انا ما انصحكش بالبنوك دي خالص. ويعني ده لو ده الحل الوحيد بتاعك فايه ما فيش حل تاني يعني، فاهمني؟ هو ربنا سبحانه وتعالى يعني ربنا ادانا مسخر لنا الموضوع ان احنا نقدر ان احنا يعني نحط فلوسنا في البنك، ان ده يعتبر مفيش حاجه غيرها يعني. ده الحاجه الوحيده اللي نقدر نعملوها. فهو يعني مشي امورك، فاهمني؟ مفيش حل تاني تقدر تعمله.